طيب مردودة مرة ثانية وتسلل وضربة حرة غير مباشرة على كهرباء لصالح نادي الزمالك. ضربة حرة غير مباشرة. نادي الزمالك مطالب ان هو يضغط، مطالب ان هو يبني في المنطقة الهجومية، مطالب بزيادة الأعداد اللي تتوفر أمام منطقة جزاء النادي الأهلي إذا أراد أن يتدارك الموقف. عمرو السيسي حطها على شماله لعمر جابر، ترجع مرة ثانية على وسط الملعب. محمد طارق نقلة في الشمال. أحمد فتوح حطها حلوة جدا جدا في الشمال. استلام من الجزيرة عبد الله صغير. خطير 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 وعمر جابر. يا ولد يا ولد تفرق قوي، تفرق قوي 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 لما يبقى لاعب اصله لاعب ارتكاز في وسط الملعب او تولف واحد، تفرق جدا جدا. ونتمنى اشوف زيزو في الثلث الهجومي ما اشوفوش في الحته. ربنا يخليك يا عم. خلاص ده خلاص ليه والله مش شلالة. خلاص مش شلالة. ألف مبروك قوي للنادي الأهلي بطل أفريقيا. ألف مبروك للنادي الأهلي، بس أنا كنت طمعان في أكتر من كده، 4 مش كفاية. ألف 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 مبروك للأهلي. ألف 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 مبروك. ألف 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 مبروك للنادي الأهلي، ودايما على طول في تقدم مع النادي الأهلي، الأهلي وبس. والله عملوا مباراة رائعة، والأهلي دايما بطل القمة، ومبروك للأهلي لأنه هو برضه يستحق البطولة ويستحق إن حاجة مشرفة. وحسين الشحات ده نجم المباراة، وألف ألف مبروك للأهلي. أنا بحب النادي الأهلي ومبروك للأهلي. ألف ألف مبروك للأهلي. يلا يا يحيى. التالتة شمال بيهزوا جبال. أحمد طارق مبروك للأهلي. كل سنة وانتم طيبين. وأحسن مجهود وأحسن شغل عملوه النهارده قدام الزمالك. فوز كبير طبعا للنادي الأهلي، وألف ألف مبروك. الأهلي لا الأهلي فريق كبير طبعا، والكابتن أشرف جاله الأهلي فريق كبير. مبروك للنادي الأهلي. للأهلي مبروك للأهلي. مبروك للأهلي. مبروك للنادي الأهلي، وربنا دايما يخليهم يكسبوا دايما. طبعا كلنا بنحيي الاهلي، 90% من مصر اهلاويه، والحمد لله ان الاهلي هو صانع السعاده في مصر كلها، صانع السعاده للمصريين، فكلنا اهلاويه الحمد لله. الف مبروك للنادي الاهلي، ومبروك لكل جمهور الاهلي، الف مليون مبروك. دايما مفرحنا الاهلي، هو والله العظيم 3 البسمه الحقيقيه لنا كلنا والمصريين هو النادي الاهلي. الف مبروك الف مبروك الف مبروك للاهلي، وهارد لك للنادي الزمالك. والزمالك على فكره عمل فريق كويس، وعمل ناشئين، وجاب صفقات كويسه جدا هتخليهم في نقله تانية خالص من الموسم الجديد، علشان يبقى فيه منافسه حقيقيه في الكره المصريه. ودايما انتوا عارفين الاهلي والزمالك هم عصب الكره المصريه. الف مبروك للاهلي وهارد لك للزمالك. شكرا. ألف مبروك للنادي الأهلي، بجد هو فريق القرن، ونادي القرن هو اللي مفرحنا دايما. ومبروك لكل جمهور النادي الأهلي على الفوز الجميل دوت، وكان نفسنا تبقى 6-1 زي الماتش اللي فات. ألف مبروك للنادي الأهلي، واحنا كلنا مبسوطين بالفوز الغالي ده، والدوري وبطولة افريقيا، ومش عارفين نعمل اكتر من كده تاني. وانتوا شرفتونا ونورتونا النهارده، الناس كلها مبسوطه بيكم، والف مبروك النادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي.
الاهلي حديد. خد يا مستعد. الاهلي حديد، الاهلي حديد. الاهلي حديد. مبروك على نادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي الفوز الكبير، يا رب كل مره يكسبوا في الماتشات، ويا رب النادي الاهلي يكون احسن نادي في العالم كله. مبروك للاهلي. مبروك للاهلي. قول مبروك تاني. مبروك للاهلي. مبروك للاهلي. مبروك على الاهلي، كلنا مبسوطين طبعا ان الاهلي كسب. الاهلي كسب والف الف مبروك، الاهلي كسب. قول يا عم. الف مبروك النادي الاهلي. ألف مبروك على النادي الأهلي على الفوز النهارده، على الفوز الكبير النهارده. بس ألف مبروك. الف مبروك للنادي الاهلي، فوز بطعم الدوري، وبعتب على بعض اللعيبه، وان شاء الله الموسم الجاي يكون افضل. قول مبروك. مبروك للاهلي. 5 بطولات لمستر كولر، ويا رب مزيد من النجاحات للنادي الاهلي في ظل رئاسه الكابتن بيبو ومجلس ادارته واللعيبه، وبشكر كل فرد في منظومه النادي الاهلي وشكرا. انت هتقول؟ مبروك للاهلي. السلام عليكم، الف مبروك للنادي الاهلي. الماتش كان جامد جدا، وبصراحه اللعيبه عملوا اللي عليهم وزياده. شكرا لكم. الماتش النهارده كان جامد وكسبنا 4-1. الماتش كان جامد جدا الصراحه، والف الف مبروك للاهلي. مبروك على النادي الاهلي، يعني بجد احنا فرحانين جدا اللي هو جاب يعني 4-1، يعني بجد مبروك مبروك. هنحتفل بحبيبه، يلا حبيبه، يلا حبيبه. الف